ترى هي كمان لأتلتيكو مدريد الأهم هذا الموسم بفوز سوسيداد بكأس الملك، الكأس اللي كان أقرب لسيميوني بتحقيق أول بطولة هذا الموسم، ولكن سيميوني بيضيع بطولة مهمة جدا من إيده في مباراة كان هو الأقرب لتحقيقها لو كان عنده سن تركيز شوية في التغييرات في الشوط الثاني من وجهة نظري، وجودة في إنهاء الهجمات كان يقدر أتلتيكو مدريد يحسم لقائه مع سوسيداد حتى بعد تأخره بهدف في الشوط الأول في أول 30 ثانية، هدف الاسرع في تاريخ كاس الملك، وعوده سريعه من لوكمان في الدقيقه 30 تقدر بقى تركب المباراه، تقدر تبقى احسن في الشوط الثاني. اخر قوي اتلتيكو مدريد في التغييرات وفي جوده الهجوم بتاع اتلتيكو مدريد، ما كانش واخد الموضوع بالجديه الكامله زي ما على سبيل المثال كان واخدها في دوري الابطال قصاد برشلونه، عشان يخسر تقدمه مره ثانيه في الشوط الثاني بهدف نجم الفريق نجم سوسيداد، ويفرح جماهير سوسيداد الجماهير المحترمه اللي بتدعم القضيه الفلسطينيه هي وجماهير بلباو من اول لحظه، تفرح لفرحهم الحقيقه الجماهير دي، حتى لو انت من مشجعين اتلتيكو مدريد لازم تحترمهم وتفرح لهم الحقيقه. وفعلا هذا بقى الكابتن المنتخب الاسباني وكابتن سوسيداد بيسجل هدف تاني يتقدم سوسيداد في اللقاء عشان يدي افضليه لفريقه، وحتى بعد تعادل راندل في اخر اللقاء لاتلتيكو مدريد حاسس كده جوه وانت بتتفرج على الماتش ان في حاجه لسوسيداد نفسيا، احساسها مع ان هي الاقرب للفوز بالمباراه، وسن التخاذل من لاعبي اتلتيكو مدريد الحقيقه، يمكن اجهاد من لقاءين برشلونه الصعبين اللي اتلعبوا، وعدم قدره بدنيه على استكمال ال 90 دقيقه او حتى الاكسترا تايم اللي كان برضه يقدر اتلتيكو مدريد يحسمه، لكن بيوصل لمباراه ضربات الجزاء تحسم بقدم لاعبي سوسيداد اللي كانوا اكثر تركيزا اكثر جديه في الشوطات اللي تشوفها، حتى واضح جدا تركيز سوسيداد بحسم البطوله. وطبعا حارس المرمى اللي تالق في اول كورتين لاتلتيكو مدريد يشيلهم ويدي افضليه وتاكيد فوز لسوسيداد اللي يحترم جدا بتنافسه مع الفرق اللي بتصرف مليارات وبتصرف ملايين على لاعبتها، وهو اللي بياخد من اقليم الباسك فقط، ما بياخدش محترفين خارجيين. يستحقوا يفرحوا، يستحق جمهورهم يفرح، احترام الجماهير دي شديد للغايه، والدوله الاسبانيه بشكل يعني كامل لموقفها الاخير، وبالتحديد الجمهور الفريقين اللي قلنا عليهم سوسيداد وبلباو اللي كان لازم يعني نشوف لهم فرحه السنه دي، وجت في سوسيداد في فوز بكاس الملك على اتلتيكو مدريد اللي مدعو للقاء صعب جدا مع ارسنال الجريح من هزيمته مع السيتي وخسارته صداره الجدول الترتيب مؤقتا في انتظار ماتش السيتي المؤجل، ولكن هتبقى مباريات مولعه ما بين الفريقين في الذهاب وفي العوده، اعتقد هتبقى تستحق المشاهده ان شاء الله.